إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الكلام كلام الله، وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الناس، إن الله سبحانه قد أنعم على العباد بنعم لا تحصى وآلاء لا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهذه النعم إن لم يرعها الإنسان تبدلت إلى نقم، فما أنزل الله على العباد نعمة إلا لأنهم قاموا بشكرها، وما بدل الله النعمة نقمة إلا لأنهم كفروا بها. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وإن من أجل النعم التي أنعم الله بها على العبد المؤمن نعمة الجار الصالح. نعمة الجار الصالح، وهي من أوكد الحقوق التي أكدها الله في كتابه العظيم، فقال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والجار ذي القربى هو الذي يكون بينك وبينه صلة قرابة، والجار الجنب هم من دون ذلك. ولكن كثيرا من المسلمين لم يراعوا هذه النعمة، فلا يكاد يمر يوم من الأيام إلا ويحدث الشجار والخصومة والمهاجرة والبغضاء والعداوة بين الرجل وجاره، بل لا يكاد يمر على الإنسان أيام إلا وهو يشكو من جاره، إما من فعله وإما من قوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل صار الإنسان لا يطيق أن يعيش في هذه الحياة إلا في شعب بعيد عن الناس، لا يريد أن يجاوره أحد من الناس مما يرى من البلاء الذي حل بالجيران. ولهذا لجأ أكثر الناس إلى بناء الأسورة على البيوت، فلا يحب أن يرى جاره
ولا أن جاره يراه، ولا أنه يتفقد حال جاره، ولا جاره يتفقد حاله، فصار في الناس أنانية، نسأل الله السلامة والعافية. الجار الصالح نعمة من نعم الله سبحانه، وهو سبب عظيم من أسباب سعادة المرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 من السعادة و4 من الشقاء. 4 من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. و4 من الشقاء: مرأة السوء، وجار السوء، ومركب السوء، والبيت الضيق. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أعظم أسباب السعادة أن يوفق الله الإنسان لجار صالح. وامرأة فرعون رضي الله عنها وأرضاها لما انتقلت إلى جوار ربها سألت الجار قبل الدار، فسألت جوار ربها قبل جنة عرضها السماوات والأرض، فقالت: رب ابن لي، ولم تقل بيتا، وإنما قالت: رب ابن لي عندك، فاختارت الجوار قبل الدار، فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الفواقر جار السوء، ولهذا كان ينبغي على الإنسان المؤمن أن إذا أراد بناء أن يتخير الجار قبل الدار، لأن سعادته بصلاح جاره وشقاءه بفساد جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: 3 من الفواقر، أي من الأمور العظام ومن المصائب الجليلة 3: إمام أو أمير إن أحسنت إليه لم يشكر، وإن أسأت إليه لم يغفر، وجار سيء إن رأى منك خيرا دفنه، وإن رأى منك شرا أذاعه، وامرأة سيئة إن حضرت آذتك، وإن غبت عنها خانتك. فهذه ال3 مصائب عظيمة تحل على الإنسان فتجعل حياته نكدا وكدحا. وكم يوجد اليوم من أمثال هؤلاء الجار السيئين الذين لا يلبث إن رأى من جاره سيئة أو رأى عوارا أو خطيئة وإذا به يبثها بين البرية، ويخبر هذا ويعلم هذا ويشيع هذا، ولربما زاد أمورا سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. وإن رأى في جاره ما يدعو إلى الخير وإلى الحسنى وإلى الأخلاق الطيبة لا يبث مثله، فهذا يدل على خبث الطوية وعلى سوء النية. كذلك أيها الناس، روى الإمام البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان عن الإمام سليمان التيمي رحمه الله أنه قال: بلغني أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني إني قد حملت الحجارة وحملت الحمل الثقيل والحديد، فلم أجد في حياتي شيئا أثقل من جار السوء، وذلك لأنه ينكد عليك عيشتك وينغص عليك راحتك، فيعيش هذا الإنسان ليلة وهو يهم جاره، وإذا ذهب إلى سفر أو إلى مكان بعيد تراه يهم جاره ويتفقد أسرته ليلا ونهارا، نسأل الله السلامة والعافية من جار السوء.
حقوق الجار. كان العرب في الجاهلية يتفاخرون بها ويعدون حفظ حق الجار من أعظم المناقب وأفضلها، فلا يقوم بحق الجار إلا سادة الناس وكرامهم وأفاضلهم، ولا يسيء إلى جاره في الجاهلية إلا كل سافل ومارق. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: 3 خصال كانت في أهل الجاهلية مستحسنة وهي بالمسلمين أولى. كان إذا نزل فيهم ضيف بلغوا جهدهم في بره وضيافته، وكان الواحد منهم إذا كانت تحته امرأة فبلغت من الكبر عتيا فكان لا يطلقها خشية الضياع عليها. وكان الواحد منهم إذا كان على جاره دين أو نزلت به ضائقة أو جهد أو شدة اجتمعوا عليه حتى يقضوا عليه دينه ويفرجوا عنه كربته. هؤلاء هم أهل الجاهلية من الكفار ومن المشركين. كانت أخلاقهم، وحري بعباد الله المؤمنين أن يتحلوا بهذه الأخلاق. بل أكرم السلف الجار إلى حد لا يتصور، فقد ذكر بعض السلف أن رجلا كان يستظل بدار رجل، فبلغ بهذا الرجل حاجة فاضطره العوز إلى أن يبيع داره، فبلغ فلانا أن فلانا يريد أن يبيع داره بسبب دين ركبه، فقال: لا والله، إذن لا قمت بحق ظل داره. فسبحان الله، اعترف بجميل ظل الدار فقط لأنه كان يستظل بدار جاره، فقال: يا فلان، هذا دينك، اقض دينك، والله لا بعت الدار. فقضى هذا الرجل دين الرجل، وذلك بسبب هذا المعروف أنه كان يستظل بظل داره. ولهذا عظم الله سبحانه حق الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وذلك أن جبريل عليه السلام كان في كل مرة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويحثه على جاره، فأدى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكان يحسن إلى جيرانه من المسلمين ومن اليهود ومن النصارى ومن الأصحاب ومن الأعداء. فنهى الإسلام عن أذية الجار، سواء بقول أو بفعل أو بضائقة أو بسب أو بشتم أو بقطع الطريق. فلو أن إنسانا غرس شجرة وكانت تؤذي جاره لأوجب عليه الشرع قلعها، ولو بنى بناء وكان يؤذي جاره لأوجب عليه الشرع هدمه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبة في جدار بيته. كيف لو نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حال المسلمين اليوم، فتجد أن أكثر العداوة والبغضاء والسب والشتم والهجر والتقاطع والتدابر ما بين الجيران، ويزداد الأمر سوء يوم أن يكون الجيران إخوة أو أبناء عمومة أو أقارب أو من ذوي الأرحام. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان يقتل الرجل أخاه ويقتل الرجل جاره. قالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع عقول أهل ذاك الزمان. وإلا لو أن الرجل معه أدنى مسكة من عقل ما تجرأ أن يقاتل أخاه
وأن يقاتل جاره من أجل حفنة من التراب. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وروى البخاري أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أي لا يكتمل إيمانه. فقال الصحابة: من هو هذا يا رسول الله؟ خاب وخسر وهلك. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن شره، فيخرج الرجل من البيت وعقله وفكره عند جاره، لعله يأذي أسرته، لعله يهدم سورا، لعله يفعل بناء، لعله يغرس شجرة، لعله ولعله. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا لا يدخل الجنة. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. وانظر أيها العبد إلى حالك اليوم وإلى واقعك، وانظر إلى جيرانك يمنة ويسرة ومن أمامك ومن خلفك، وانظر كيف حياتك معهم، وكيف أسرتك مع أسرتهم، وأبناؤك مع أبنائهم. فإن كانوا أهل خير وصلاح فاحمد الله سبحانه على هذا الكنز العظيم، وإن كانوا أهل سوء فاسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يجنبك الله الشرور والآثام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما استعاذ منه: المرأة سيئة الخلق والجار سيء الجوار. ومن الحقوق التي كفلها الإسلام للجار أنك تتحمل أذيته، وهذا ما لا يكاد يطاق عند أكثر المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أذى جاره اليهودي، والذي كان يلقي المزابل على باب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك تحمله. ومالك بن دينار تحمل رجلا يهوديا كان يلقي القذارة على باب بيته أكثر من 7 سنين وهو يتحمله. فلما سأله اليهودي وقال: يا مالك، أؤذيك من كذا وكذا سنة فما وجدت منك كلمة. قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصبر على أذى الجار. قال: والله إنه لدين حق، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بل قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: حسن الجوار ليس كف الأذى، وإنما احتمال الأذى. فاصبر أيها العبد، اصبر وصابر، وعظم قلبك بالصبر، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أذية جاره، فقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب واصبر. فعاد المرة الثانية فقال له: اذهب واصبر. فأتاه المرة الثالثة فقال: اذهب واصبر، حتى أتاه الرابعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، خذ متاعك واقعد على قارعة الطريق. فأخذ الرجل متاعه وقعد على قارعة الطريق، فكلما مر به أناس سألوه عن حاله وعن متاعه، فشكى لهم سوء جوار جاره، فكانوا يسبونه ويلعنونه ويقولون: فعل الله به وفعل وفعل، ويدعون عليه.
حتى أتى هذا الرجل إلى فلان وقال: يا فلان، عد إلى منزلك، والله لا تسمع مني ما تكره. قلت: ما سمعتم، أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده وبعد. إن من سعادة العبد المؤمن أن يسخر الله له جارا صالحا، فإن الناس محتاجون إلى بعض، وإن الرجل لا يستقر في بيته، فكم من الناس أناسا يغتربون سنوات طوال ويذهبون إلى أماكن بعيدة، ولكن قلوبهم مطمئنة ونفوسهم هادئة، لأنهم يعلمون أن لهم جيران صلحاء يقومون بمقام أسرته ويربون أبناءه ويصبرونهم، وإذا دارت عليهم نوائب الدهر ومصائبه فإن له إخوانا ورب أخ لم تلده أمه. وكم من أناس، نسأل الله السلامة والعافية، لا يكاد يخرج من بيته فيقعد ساعة أو ساعتين إلا وقد رن جواله، فأسرته تشتكي وبناته تشتكي وأبناؤه يشكون. فإن أعظم سعادة للمرء أن يوفقه الله لجار صالح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في الحديث السابق أن 4 من السعادة، وذكر منها جار صالح. بل إن حسن الجوار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في الأعمار ويعمر الديار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تزيد في الأعمار وتعمر الديار. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الجار الصالح سبب لغفران الذنوب ودخول الجنة. فقد جاء عند الإمام الطبراني رحمه الله والمنذري في الترغيب والترهيب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد فشهد له 4 أبيات من جيرانه الأدنين، أو 3 في بعض الروايات من جيرانه الأدنين، فشهد له جيرانه أنه كان نعم الرجل، وأنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا، وأنهم لم ينالوا منه أذية، قال الله سبحانه: إلا قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. هذا إذا شهد له جيرانه بأنه كان جارا صالحا طيبا. وأما إذا كان سيئا فنسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيها العبد، عظيم منزلة هذا الجار عند الله سبحانه وتعالى بمنزلته عند جيرانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وإن من أعظم الجوار جوار الله رب العالمين، وليس هنالك جيران لله سبحانه وتعالى إلا أهل المساجد. ينادي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول: أين جيراني؟ 3، فتقول الملائكة: ومن هم جيرانك يا ربي؟ ومن ينبغي له أن يجاورك أو أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ وهذه أعظم الجورة، جوار الله سبحانه وتعالى.
حفظ السلف حق الجار. الإمام أبو حمزة السكري عليه رحمة الله كان له جار، وهذا الجار أصيب بدين عظيم فأراد أن يبيع داره، فقالوا له: بكم تبيع الدار؟ قال: أبيع الدار ب2000 وأبيع جوار أبي حمزة السكري ب2000. فجعل حسن جوار الرجل مقابل قيمة الدار، أي ب4000. فلما بلغ الخبر أبو حمزة السكري الإمام العالم عليه رحمة الله قال: والله لا تبيع دارك، وهذه 4000، فاقض دينك. وسئل الإمام يعلى بن عبيد عليه رحمة الله عن رجل يقال له الوليد بن القاسم الهمداني، وكان جاره، فأتاه رجل فسأل فقال: أتعرف الوليد بن القاسم الهمداني؟ قال: نعم، ذاك جاري منذ 50 سنة، والله ما علمت عنه إلا خيرا. 50 سنة لم يسمع من جاره كلمة سيئة. وانظر إلى حال الناس اليوم، يتقاتل الجيران من أجل حفنة من التراب أو حفنة من الحصى، وتطير القضية كل مطار شرقا وغربا من أجل حفنة من التراب. يا أخي، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أغناك فلم تطلب ما يطغيك؟ إذا كان الله أنعم عليك بالمال وبالصحة وبالعافية فلم تدنس نفسك؟ الأحنف بن قيس عليه رحمة الله ورضي الله عنه كان له جار في أرض، فحلف الرجل أن الأرض أرضه، فقال له الأحنف بن قيس: والله إنك لتعلم أن هذه الأرض أرضي، ولكن حفظا لحق الأخوة خذها، هي لك، ولكن حفظا لحق الأخوة هي لك فخذها. فعاتب الرجل نفسه وحاسب نفسه، فعاد إلى الأحنف قال: والله هذه الأرض هي لك وهي حقك. هكذا كان الصحابة والسلف يحافظون على مقام الأخوة. ومنهم من يتعدى إلى مسألة قطع الطريق، يؤذي جاره بمسألة قطع الطريق، سواء أكانت هذه الطريق عامة ويعظم الإثم والجرم، وسواء أكانت هذه الطريق خاصة لرجل أو لأهل بيت. فليتق الإنسان ربه. واعلموا يا أيها الناس أن الإنسان لا يأخذ من هذه الدنيا شيء. ستنزل قبرك وتترك هذه القصور وهذه الديار وهذه الأرض كلها، والله سبحانه يحاسبك على النقير والقطمير. فالق الله سبحانه مظلوما وإياك أن تلقاه ظالما، الق الله سبحانه جائعا وإياك أن تلقاه شابعا من الظلم والحرام، الق الله سبحانه وتعالى مقتولا لا قاتلا، فإن العهد مع الله سبحانه وتعالى عظيم. فليراجع الإنسان نفسه وليحفظ حق جاره، وليتفقد إخوانه وأقاربه وأهله وجيرانه، ويقوم عليهم بمصالحهم. من أغناه الله سبحانه فليجعل بالمال هكذا وهكذا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، بقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الصحابة أجمعين لا سيما الخلفاء الراشدين منهم الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع أصحاب نبيك الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحدودنا ونساءنا وأموالنا وعقيدتنا وأرضنا بسوء اللهم فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا واجمع على الحق كلمتنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في الثغور، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بالحوثة الرافضة المعتدين المارقين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا قهار يا متين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا صحا طبغا غدقا ليس آجلا نافعا غير ضار. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك ذو الإنعام والإفضال والمنة والجود والإحسان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.